المقولة بتديك نصيحة ذهبية للتعامل في أي بيئة جديدة. إن كنت في قوم، يعني لو رحت في أي مجموعة ناس جديدة، سواء في شغل، بلد تانية، أو حتى في عيلة جديدة، أنت بقيت جزء من منظومة مختلفة. فخالقهم بأخلاقهم. دي مش دعوة إنك ترمي مبادئك، لا خالص، دي دعوة إنك تبقى مرن، تفهم وتقدر عاداتهم وطريقتهم في الكلام، تتعامل بذكاء، تعمل اللي متعودين عليه في التعامل عشان يقبلوك، تتجنب الصدام، ما تخشش في خناقات ملهاش لازمة بس عشان تقول أنا مختلف. ليه الحكمة دي أهم مفتاح للنجاح؟ تطبيق المقولة دي في حياتك ليه فوائد مباشرة. تفتح سكة كلام، لما بتوليهم إنك بتحترم طريقتهم بتفتح أبواب الثقة وبيكون سهل إنك تندمج وتفهمهم. تبقى محمي، المرونة دي بتخليك مقبول ومش مرفوض. انت بتحافظ على أخلاقك الأساسية من جوه، لكن من بره بتظهر إنك متكيف ومش بتعمل مشاكل، وده بيحميك من إنك تبقى وحيد. النجاح في أي مكان، قدرتك على تشكيل نفسك حسب البيئة هي اللي بتخليك تنجح في شغلك وعلاقاتك. اللي بيفضل ماسك في طريقته ومش بيغيرها بيعيش في صراع دائم. الخلاصة، المقولة بتقولك خليك زي المية اللي بتاخد شكل أي كوباية تتحط فيها، بس بتفضل محتفظة بطعمها الأصلي. ده بيخليك مقبول وقادر إنك تأثر في الناس إيجابياً.